ده بقى يا حبايب قلبي الشكل النهائي لطبق الكبده الاسكندراني بتاعنا. ما شاء الله طبق الكبده الاسكندراني بيضحك ازاي. انا عايزاكم بقى تجربوا الطريقه. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما عودتكم بقى، شفتوا معايا الحلقه اللي فاتت وعملنا الحواوشي، يا رب تكونوا الطريقه عجبتكم. النهارده بقى هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني على طريقتي انا، واللي عايز يجربها يبقى يجربها ويقول لي الطريقه عجبته ولا لا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. ورجعت ليكوا تاني مع مقادير الكبده الاسكندراني. معايا نص كبده اسكندراني، وميكس فلفل الوان، فلفل حراق، عصير ليمون علشان الزفاره، توم مهروس، والخلطه اللي انا عاملاها توم وملح وفلفل وكزبره وكمون. بالنسبه للتوابل بناخد نص معلقه صغيره من الملح والفلفل والكمون والكزبره. ودي بقى الكبده بتاعتنا، حطينا عليها الخلطه الثوم المهروس والفلفل الحراق، توابل ملح فلفل كمون كزبره، نص معلقه من كل حاجه، عصير الليمون اهو حطيته معاكم. هنبدا بقى نقلب الخلطه بتاعتنا كلها علشان الكبده تشرب من الثوم وتشرب من الفلفل وعصير الليمون. ناخد بالنا واحنا بنقلب، ما نقلبش جامد علشان الكبده ما تتهريش، لان طبعا انتوا عارفين ان الانسجه بتاعت الكبده بتكون خفيفه، فبنقلب بالراحه علشان الكبده بتاعتنا ما تتهريش. هنا بقى الطاسه بتاعتنا حطينا ربع كوبايه من الزيت، تسخن شويه، الزيت يسخن شويه. نزلت بالزبده، قطعه زبده حلوه كده. نبدأ بقى نقلب في الزبدة لحد ما الزبدة والزيت يبقوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هنزل بالثوم المهروس، معلقة وربع كده من الثوم المهروس. نبدأ بقى نقلب مع بعض لحد ما الاقي ان الثوم كده بدأ يدبل شوية ويدي درجة الجولد كده. برضو أبدأ أقلب. طبعا الريحة يا جماعة جميلة جدا. عايزة اعرف رأيكم بقى في الحواوشي اللي عملته الفيديو اللي فات. هنا بقى نزلت بالفلفل، ميكس الفلفل. هنقعد بقى نقلب مع بعض لحد ما الفلفل يدبل مع الزبدة والزيت والثوم. طبعا ما سيبوش لحد ما يتحرق، لا، لحد بس ما يدبل كده شوية. نفضل برضو نقلب زي ما انتوا شايفين كده. ده فلفل رومي مش فلفل حراق. بعدين بقى نزلت بالكبدة واحدة واحدة كده، علشان طبعا الزيت والزبدة سخنين علشان ما تتلسعوش، بعد الشر عليكم. نقلب الكبدة بقى مع المكونات لحد ما الكبدة تاخد الصدمة على النار. نقعد نقلب كده، نقلبها على الناحية التانية، نقعد برضو نقلب. شايفين طبعا الكبدة بتاعتنا خدت لون كده. ده بقى بدأت ان الكبدة تستوي كده، نعرف ان الكبدة دخلت في مرحلة السوا. للبنات اللي هم الصغيرين اللي هم لسه بيتعلموا الاكل، طبعا اول ما الكبده بتاعتنا اللون بتاعها بيتغير نعرف كده ان الكبده دخلت في مرحله السوا. هنا بقى بدأت ان انا احط التوابل. معايا جنزبيل وملح وبابريكا وفلفل اسود وبهارات كبده، طبعا ربع معلقه من كل حاجه، لان انا اصلا في الخلطه اللي هي بتاعه الثوم والفلفل الحراق كنت حاطه فيها توابل. فهنا بقى حطينا التوابل. نبدأ بقى ان احنا نقلب كله كده مع بعضه علشان التوابل بتاعتي تدخل في الكبدة. طبعا شايفين طبعا شكل الكبدة بتاعتنا كده، بقى الكبدة استوت. هبدأ بقى ان انا احط الفلفل الحراق على وش الكبدة كده عشان يخلي الكبدة بتاعتي تنور. بصوا بصوا بصوا، دول يا جماعة قرنين من الفلفل الحراق. والكبدة طبعا بتحب الفلفل الحراق، الفلفل عموما بس فلفل الحراق اكتر. بصوا بقى، بصوا شكل الكبدة بتاعتي نور ازاي لما حطيت الفلفل الحراق، طبعا غير من شكلها خالص. نبدأ برضو نقلب كده علشان طعم الفلفل الحراق يدخل في الكبدة كلها.
ده بقى يا حبايب قلبي الشكل النهائي لطبق الكبدة الاسكندراني بتاعنا. ما شاء الله طبق الكبدة الاسكندراني بيضحك ازاي. انا عايزاكم بقى تجربوا الطريقة وتكتبولي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. وما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. وما تنسونيش تقولولي رأيكم في الكومنتات. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.